السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد معانا. وموضوع حلقة النهاردة عن اشتري جديد ولا اشتري مستعمل، انهي الاحسن، جديد ولا مستعمل؟ ما تيجي نشوف. اشتري كاميرا جديدة ولا اشتري مستعمل؟ تعال نروح نشوف الجديد كده الاول، ايه مميزاته وايه عيوبه. تعال نشوف القديم ايه مميزاته وايه عيوبه. الجديد اول حاجة، انت اللي بتفتح الكرتونة، يعني انت ضامن ان كل مشتملات الكاميرا، انت اللي بتفتح الكرتونة بتاعت الكاميرا بالعدسة بتاعت الكاميرا، اللي انت ضامن انها تكون بتاعت عدسة الكاميرا مش عدسة تانية، ضامن انها تكون البطارية الاصلية بتاعت الكاميرا، ضامن ان انت تكون الوصلات بتاعت الشواحن ووصلات اليو اس بي والسي دي بتاع التعريف بتاع الاسطوانه وحزام الكاميرا. كل حاجه انت ضامنها انها تكون بتاعت الكاميرا، والكاميرا ما اتلمستش وانت اول واحد تكون فتحتها. تاني ميزه هتكون الضمان، سواء ضمان المحل اللي انت مشتري منه اسبوع اسبوعين على حسب المكان اللي انت مشتري منه، وغير الضمان بتاع الوكيل بتاع الكاميرا ذات نفسه، سواء سنه او سنتين على حسب الكاميرا اللي انت مشتريها. ودي حاجه مهمه جدا بحيث الكاميرا جراها حاجه بعد كده لا قدر الله يعني تكون عندك الحل وما تدفعش فيها فلوس كتير. يعني تالت ميزه معانا، الشاتر بتاع الكاميرا هيكون صفر، يعني الكاميرا لسه ما قالتش هادي، يعني الكاميرا بحالتها زيرو، الباور بتاعها او الكفاءه بتاعتها لسه ما اتهلكتش بمعنى اصح يعني. رابع حاجه بقى في الجديد، ودي حاجه يعني انا شايفها عيب شويه، يعني حاجه بسيطه عن المستعمل طبعا، ان هو سعرها بيكون لسه نازل عالي، السعر عالي. يعني لو مثلا هتشتري كاميرا ب10,000 جنيه، السعر المستعمل ليها هيكون 5 و6 واحتمال 4 كمان لو الشاطر بتاعها عالي. الشاطر ده طبعا هو عداد الكاميرا، صورت كام صورة. يعني بسعر الجديد ممكن تشتري كاميرتين مستعمل. انت القرار في الاول والاخر هيعود ليك، انت تشتري جديد او انت تشتري مستعمل. تعال بقى نروح للمستعمل. انت مش ضامن الناس اللي انت جايبهم منهم او المحل او البراند اللي انت جايبه منه، انت مش ضامن الكاميرا فيها ايه. ممكن البراند او المحل اللي انت جايبه منه او سواء جايبها من على اوليكس، جايبها من على موقع، من على الفيسبوك، من على السوشيال ميديا عموما، انت مش ضامن الكاميرا حصل فيها ايه، ممكن يطلع فيها عيب. انت هتاخدها طبعا اكيد تكشف عليها عند مكان او حد بيفهم، ما تكشفش انت عليها بنفسك. بس بعد كده ممكن تلاقي حاجة صدفة قدامك او في الشغل تبان، تلاقي كاميرا ممكن تسخن معاك، ممكن يكون فيها عيب حاجة في السنسور عليه تراب حاجة زي كده، فهو بيكشف لك عليها حالة الكاميرا، الشطر كام، البودي شكله محترم، في خدش، في حاجة مفتوحة في الكاميرا، في حاجة متغيرة، السنسور عليه تراب او لا، مخدوش، حاجات زي كده. بس في حاجات في السوفت وير والهارد وير ممكن انت ما تاخدش بالك منها، وساعتها انت ممكن تلبس كده يا معلم الكاميرا. تاني عيب هتكون الكاميرا مهلوكة، بمعنى اصح الكاميرا مش هتديك كل الباور بتاعها، هي هتديك صورة وصورة حلوة بس مش بالنسبة اكنك فاتح الكاميرا. تالت عيب ودي اللي انت هتاخد بالك منها، الشطر بتاع الكاميرا. الشطر ده زي ما قلنا احنا واعداد الكاميرا صورت كام الف صورة، كام صورة بمعنى اصح، 1000 2000 3 10 15 20، سواء كروب فريم او فول فريم. كروب فريم يعني الشطر بتاعه يعني لو انصحك لو تشتري مستعمل ما تشتريش كاميرا الشطر بتاعها فوق ال 15 20 الف، مش فوق ال 15 20 الف فلوس، لا فوق ال 20 15 الف صورة الشطر بتاعها 15 و20، ده هتكون يعتبر الى حد ما ربع استهلاك الكاميرا. يعني انت اوريدي كده بعد كده الكاميرا هتحتاج تغير شطر، بس بعد عدد معين من الشطر، مش 1000 ولا 2000 ولا 50,000 حتى، لا أكتر بكتير، ممكن يوصل 100 200 300,000 على حسب استعمالك للكاميرا. رابع حاجة بقى وأحسن حاجة هي تمنها زي ما بيقولوا كده. أنت ممكن تروح تشتري كاميرا ب10,000 جنيه، هتلاقي الكاميرا المستعملة منها لو شطر مثلا 10 15,000، 10 و15,000 دي يعتبر ما استهلكتش، يعني يعتبر إلى حد ما بحالتها شوية. هتروح تشتري الكاميرا دي هتلاقيها مثلا لو هي اصلا في جديده بسعر 10 هتلاقيها بسعر 5 و6 ويمكن 4 كمان 4.5. فانت برضك القرار الاول والاخير ليك، اديك عرفت المميزات، اديك عرفت العيوب، برضك القرار ليك. وفي نهايه الحلقه لو عجبك الحلقه ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وسيب لي تعليقك في الكومنتات لو عجبك الحلقه.